طاقة الشخص اللي هيوصل ليه الفيديو النهاردة طاقة حزينة على شخص من الماضي. تعال اقولك الشخص دوت بيفكر فيك ازاي دلوقتي، وشايفك ازاي بعد ما نهى معاك العلاقة. الشخص دوت ندمان جدا، بيفكر وبيراقب. بص كده عندك وشوف، في البعض منكم البلوك اتشال من الطاقة، فتح ليك بلوك، بص عليك وشاف الطاقة بتاعتك. وفي اشخاص كمان غيران جدا، حاسس ان انت دخلت حد تاني في حياتك، هيتجنن علشان يعرف انتي او انت في حد تاني دخل حياتكم ولا لا. شايفة الشخص دوت واقف من بعيد عمال بيراقب، مش عايز ينسى العلاقة رغم ان هو اللي كان غلطان وان هو اللي بعد. شايفك دلوقتي كأنك حاجة ضاعت من ايده، لسه بيزيد عنده مشاعر، لسه بيزيد عنده تفكير. كل ما بيعدي يوم زيادة بيزيد عنده تفكير. وشايفة ان البعض منكم بيعمل طاقة تخاطر للشخص ده، بيجيب نتيجة كويسة جدا، لان الشخص بيحلم بيك اكتر من مرة. هو مش فاهم ليه بيحاول يطلع من الطاقة، بيحاول ينساكي، مش فاهم ليه. البعض منكم الشخص دوت اساسا كان عنده ارتباط، لا اما زواج، لا اما كان خطوبة، لا اما كان لسه طالع من علاقة والعلاقة كانت جرحاه. حس ان هو بيعوض فيك او بينتقم منك، لان هو سابك بطريقة ما كانش المفروض يسيبك بيها. سابك مرة واحدة، سابك بجرح، سابك بنفس الجرح اللي هو عدى فيه. حس ان هو بينتقم منك بخصوص الطاقة القديمة او الجرح القديم. معرفش يرجع للطرف اللي كان سايبه، معرفش يرجع لحياته اللي كانت قبل كده، علشان انت او انتي سبتي علامة قوية جدا في قلبه. سبتي حب، وسبتي تفكير، وسبتي ذكرى. هيفضل يفكر فيكي، هيفضل يشتاق، هيفضل يجي ويراقب، يفتح بلوك ويقفل في بلوك علشان يشوفك بتعملي ايه، او عشان تشوفك بتعمل ايه. توازن العلاقة اللي انا شايفاها قدامي ديت بالورق اللي مفتوح قدامي، ان الشخص دوت مش هيهدى غير لما يقف قدامكم ويعتذر ويطلب طاقة جديدة، او يطلب منكم علاقة جديدة. ما تدهوش الامان، عشان الشخص دوت لسه ملهوش امان. بيحب، راجع بغرام وحب وطاقة حلوة جدا، بس لسه برضو حاسس ان هو تملك، عايزك تملك او عايزك تملك، عايزك ما تروحيش لحد تاني. اكتر طاقة مرجعة دلوقتي هي طاقة الغيرة. طاقة الغيرة ان انت تكوني مع شخص او انت تكون مع شخص تاني غيره. مش عايزك تفتح طاقة جديدة، مش عايزك تفتح حياة جديدة، مش عايزك تحب جديد. بيشوف على طول استروهاتك، بيشوف على طول الفيس السوشيال، بيشوف تحركاتك، بيسأل عليك ناس قريبين منك، بس مش عايز يظهر هو في الصورة. عايز على طول يفضل مختفي، عايز على طول انت اللي ترجع له او تجري وراه. مش قادر يتقبل حتة ان انت خلاص فتحت طاقة جديدة، او انت فتحت طاقة جديدة وهتبدأوا تعيشوا حياتكم. الشخص دوت حيران. الاحلام اللي هو بيحلمها بترجعه تاني لنقطة الصفر. التخاطر اللي بيحصل ليه بترجعه تاني لنقطة الصفر. كل ما بيقول اللي انا هقاوم واقوم، هدخل في علاقة تانية ما بتكملش معاه، بيرجع تاني ليكي، او بيرجع تاني يراقب تاني اقوى ما كان قبل كده. بيرجع يفتح ذكريات، بيطلع زي ريحة او بيطلع زي صورة، يفضل يبص فيها ويفضل يشم في ريحة كانت جاية ليكي منه هدية، كنت مديها له هدية. في ذكرى شغلة دماغه، شغلة باله، شغلة تفكيره، عمال كل شوية يدور على الماضي، مش عارف يعدي ومش عارف يطلع من الطاقة دي.
شايفة كمان ان الشخص دوت هيبدأ يتكلم مع حد قريب منك او منك علشان يعرف تفاصيل جديدة، مش قادر يقتنع او مش قادر ياخد حتة ان هو لازم يبعد وينسى العلاقة دي. شايفاكم ماشيين في الطريق الصح، لان عندكم كرمة من الله على اللي حصل معاكم. اتثبتوا بوضع ما كانش المفروض يحصل، واتثبتوا في عز ما كنتوا بتحبوا وبتحبوا بجد. شايفة كمان ان في ناس اتكلموا عليكي او عليك بطريقة وحشة، وهو صدق الكلام او حب يصدق الكلام علشان يبعد، او اتهمك في كلام، اتهمك في حاجة انت ما عملتهاش، اتهمك في شك او في خيانة ودوت ما كانش حاصل. خد الطاقة اللي ينطبق عليك، لان انا شايفة اشخاص كتير جدا ليهم كرمة من الله راجعة ليهم، وليهم حق وليهم انتصار من الشخص دوت. الشخص هيفضل يروح ويجي ويروح ويجي، ومش هيعرف يوصل لأي طاقة جديدة. نستقبل الطاقة من الله ونكتب استقبل بكل حب، عندي رجوع ان شاء الله، وهيحصل الرجوع. والرجوع للبعض منكم اللي هيحصل دوت ده هيرجع وهيبقى ندمان، وهيكلم معاكي كمان في ارتباط رسمي، لانه كان هربان. البعض منكم شايفة ان كان هربان، اول ما عرف ان الموضوع فيه ارتباط رسمي هرب، مشي، ساب العلاقة. كان عايزها علاقة هزار بس، كان عايزها علاقة ما تكونش فيها حب، ما يكونش فيها ارتباط رسمي، كان عايز بس هزار وخروج وطلب منك في حاجة ممنوعة، لكن ما كانش عايزها علاقة جواز. لكن اول ما لقى ان الموضوع هيخش في علاقة جواز هرب، وجاب اللوم عليكي، وجاب اللوم ان انت اللي غلط او انت اللي عملتي حاجة غلط. عقابه قدام ربنا كبير جدا حاليا، لان الشخص ده مش عارف يتعدى اللي حصل، ولا عارف يخش علاقة جديدة. ولو دخل علاقة جديدة ما بتكملش معاه، هيسيب العلاقة وهيرجع تاني، وهيفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، مش هيثبت في حاجة. استقبلي الطاقة واكتبي استقبل طاقة الرجوع، انا استحق استقبل طاقة الرجوع، انا استحق. اعملي تخاطر، فكري في حقك اللي رجع، فكري ان انت دلوقتي خلاص رجعلك حقك، او انت دلوقتي خلاص رجعلك حقك، والشخص دوت هيبدأ يكلمكم بعد 3 عدات من مشاهدتك للفيديو النهاردة. ما تنساش المتابعة، عشان المتابعة مهمة جدا، ان انت تربط الطاقة بتاعتك معايا، عشان لما نزل طاقة تاني يبقى الرسالة واضحة ليك، واضحة للي ربط الطاقة بيا وبالفيديو وبالقناة. استقبل معايا الطاقة بكل حب وبكل ود، وما تنساش نكتب في التعليق نستقبل الطاقة، أنا أستحق.